سنوية نسبته 12.7%. ارتباطا بتعاملات المواطنين اليومية مع المؤسسات البنكية وشركات التأمين والمؤسسات الائتمانية، ومع تزايد الشكاوى حول الخدمات التي تقدمها هذه المؤسسات المالية من رسوم غير مبررة وصعوبة معالجة الشكاوى والنزاعات، يجد المستهلك نفسه في مواجهة تحديات معقدة عند التعامل مع المؤسسات المالية. في هذا السياق اجتمعت بالدار البيضاء جمعية حماية المستهلك والوسيط المالي تحت إشراف بنك المغرب لبحث سبل تعزيز الشفافية وحماية حقوق المستهلكين. المتابعة لعبد الحميد بن يحيى. تكشف المعطيات الرسمية أن شكايات المواطنين بخصوص الخدمات المالية عرفت ارتفاعا ملحوظا، حيث تتصدر الرسوم غير المبررة وصعوبة حل النزاعات وضعف قنوات التواصل مع المؤسسات المالية قائمة الانشغالات. في هذا السياق نظم بنك المغرب مؤخرا بالدار البيضاء اجتماعا ضم الوسيط المالي وجمعيات حماية المستهلك بهدف مناقشة هذه الإشكالات وإيجاد حلول لها. الدكتور حسن الشطيبي رئيس جمعية تامسنا لحماية المستهلك أوضح لشذا FM أن الاجتماع ركز على تحسين شفافية المعاملات المالية وضرورة توفير معلومات واضحة حول الرسوم والشروط، إلى جانب تعزيز آليات معالجة شكاوى المستهلكين وضمان استجابة فعالة لمطالبهم. تم التركيز على عدة نقاط رئيسية لتعزيز حقوق المستهلكين في المجال المالي. من أبرز هذه النقاط أولا تعزيز الشفافية في المعاملات المالية، حيث تم التأكيد على ضرورة تقديم المعلومات بوضوح للمستهلكين حول المنتجات والخدمات المالية بما في ذلك الشروط والأحكام والرسوم المحتملة. ثانيا تطوير آليات فعالة لمعالجة شكاوى المستهلكين، حيث ناقش المشاركون أهمية وجود قنوات تواصل مباشرة وسهلة للمستهلكين لتقديم شكاواهم وضمان معالجتها بسرعة وفعالية. الاجتماع ناقش أيضا تعزيز التعاون بين المؤسسات المالية وجمعيات المستهلكين لضمان تنفيذ أفضل الممارسات، حيث دعا المشاركون إلى تطوير آليات رقابية أكثر صرامة وتشجيع الحوار المستمر بين الأطراف المعنية لضمان تجربة مالية أكثر عدلا وأمانا. تم اتفاق على تعزيز التعاون بين المؤسسات المالية وجمعيات حماية المستهلك، حيث تم التأكيد على أهمية الشراكة بين الجانبين لضمان تطبيق أفضل الممارسات وحماية حقوق المستهلكين. توعية والتحسيس بحقوق المستهلكين، حيث تم الاتفاق على إطلاق حملات توعوية وتحسيسية تهدف إلى زيادة وعي المستهلكين بحقوقهم وواجباتهم تجاه المعاملات البنكية وكيفية حماية أنفسهم من الممارسات غير المشروعة. الاجتماع شكل حسب المشاركين فيه خطوة مهمة نحو تحسين العلاقة بين المستهلكين والمؤسسات المالية، لكن نجاح هذه المبادرات يتوقف على مدى التزام جميع الأطراف بتنفيذ الإصلاحات المطلوبة لضمان قطاع مالي أكثر شفافية وإنصافا للجميع. اعتمدت القمة العربية الغير